المايسترو يوميا مع محمد فؤاد. النائب البرلماني اللامع أستاذ محمد شردي، نائب رئيس تحرير الوفد. أنت الآن مايسترو تمسك بعصا قيادة الأوركسترا، وحنقوم بتوجيه بعض الأسئلة باستخدام بعض المفردات الموسيقية، مع ملاحظة أن النغمات والكلمات مسؤولية كل مايسترو. موافق؟ أنا جاهز. وعلى فكرة عصاية المايسترو بتاعتي تختلف شوية، لأن أنا منقيها عصاية غالية كبيرة عشان اللي ما يعجبنيش أروح لبه في البرنامج ونخلص الموضوع. ما النغمة السائدة هذه الأيام في أوركسترا حياتنا؟ نغمة الفساد اللي بقى في كل حتة وفي كل مكان وفي كل شارع وفي كل قطاع. الواد عشان يتعين عايز واسطة، الواد عشان يتعلم عايز واسطة، الواد عشان يلاقي شقة عايز واسطة، عشان يتجوز عايز واسطة. الفساد الذي استشرى في البلاد. ويا ريت العصايه بتاعتي دي بقول لك عشان هروح ضارب بيها عين اي حد مسؤول عن الفساد في البلد دي واي مفسد فيها. ما انت بحكم موقعك كنائب برلماني تملك هذه العصا. ما احنا شغالين عليهم على طول، ربنا يقدرنا. النائب البرلماني اللامع أستاذ محمد شردي، نائب رئيس تحرير الوفد. لحن موسيقي صاخب نحتاج إلى تهدئته وتهدئة نغماته حتى تستوعبه آذان المصريين. المشاريع الوهمية اللي بنقعد نسمع عنها، الأرقام الهلامية التي تعلن عن البطالة، ان احنا شغلنا 200,000 شاب، شغلنا 350,000 مش وهو كل الشغل اللي موجود في مصر عمال. يعني ما فيش شغل ثاني غير عامل. عاجبك تشتغل عامل تعالى، دكتور يشتغل عامل، مهندس تشتغل عامل، تجارة تشتغل عامل، حقوق هتشتغل عامل. زي ما يكون ان خلاص بقى ما عادش موجود في بلدنا اطلاقا اي حاجة غير ده. واضح ان انت بتتكلم بصوت عالي صاخب اعتراضا على ذلك. ازاي طيب نهدي المسائل، يعني نهدي النغمة؟ لا انا عايز اللي بيطلعوا التصريحات دي يكونوا صراحة معانا. احنا في بلدنا دي محتاجين حاجتين: الصدق والصراحة الى جانب التخطيط. النائب البرلماني اللامع أستاذ محمد شردي، نائب رئيس تحرير الوفد. ما السيمفونية الناقصة في أوركسترا حياتنا؟ مزيد من الحرية، مزيد من الديمقراطية. ونفسي في حاجة: سرعة تطبيق الأحكام. من الظلم أن الإنسان في مصر لما يتظلم في دقيقة يقعد سنين لغاية لما ياخد حقه في المحاكم، يروح يدور سنين لغاية لما حد ينفذ له حقه. في عشرات الآلاف من الأحكام التي لم يستطيع أصحابها تنفيذها في هذا البلد. مقطوعة موسيقية حماسية تستخدم فيها الآلات الموسيقية النحاسية ومطلوب إدخالها إلى النسيج الموسيقي المصري. بجامد قوي بقى، وهنشغل فيها الترومبتس وهنشغل فيها كل ما يمكن أن تتخيله. قوم يا مصري. ليه هو المصري مش قايم؟ لا، المصري مش قايم. المصري لازم يرجع يشارك تاني في المجتمع وفي البنى وفي بناء نفسه وفي الثقافة بتاعته وثقافته السياسية والمشاركة السياسية. يعني ناس تعترض كثيرا جدا. 70% من الناس اللي ممكن تكلمك او تعترض تسأله عندك بطاقة انتخابية يقول لك لا ما بشاركش. واحنا مشكلتنا ان احنا محتاجين هذه المقطوعة الحماسية وبقوة، يمكن عشان نفوق ويمكن عشان تخلينا نجري. نغمة سمسمية باعتبارك نائب بورسعيدي تتمنى اضافتها للنوتة الموسيقية المصرية. نغمة سمسمية من بورسعيد. اهتموا ببورسعيد، اهتموا بالمدينة اللي كان ممكن تضرب هونج كونج وتضرب دبي، اهتموا شوية بالتطوير، اهتموا بشرق بورسعيد ومشروع شرق بورسعيد اللي ممكن يشغل 3 مليون شاب مصري بجد بقى، مش بوعود وهمية. بس ابدأوا واهتموا وتوسعوا في هذا المشروع وخلوا الشباب هو اللي يشارك فيه، ما يقعدش كل واحد يقطع حتة من التورته. ويرجع هذا المشروع يتعمل للمحاسيب وللأكلين وش الفتة، ونروح تاني مرة تانية يرجع زيد عند عبيد وما عملناش حاجة. محمد مصطفى شردي، نائب بورسعيد. غدا نلتقي مع المايسترو.